السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته. ام؟ الله عامله ايه؟ يسلمك. اخبارك يا ابو ايه؟ يوسف الحمد لله. ازيك يا ابو يوسف؟ بقول لك انا عايز بسكوته من ام 5. حاضر. نوعها ايه؟ بسكوته محشي. حاضر. اتفضل. ماشي. معزم البسكوت. تسلمي، ربنا يخليك يا ام، رب ويبارك فيك. ماشي يابا. خد ال5 جنيه حق البسكوت. خلي يا ابو يوسف. تسلمي يا ام، لا ربنا خلي يخليك. خلي لا تسلمي. خلي يابا. ده دي باب رزقك خلي. الوحيد، ربنا يرزقك يا رب. خدي ماشي يا يا ام سيدي. 5 جنيه ماشي. حق ربنا البسكوت. يرزقك يابا. ربنا يرزقك يخليك. يا رب. تسلمي يا ام، ربنا يعزك يا رب ويبارك فيك. اقعد بقى شوي. لا انا هطلع انا بقى، بس هاكل البسكوت الاول معاكي كده اهوت. ماشي. ماشي عشان اطلع بقى فوق. بألف هنا وشفا. ربنا يخليك ليا يا ام بألف يا هنا رب، وشفا يابا. ما تحرمش منك ابدا يا ام. ماشي يابا. ألف هنا وشفا. حلوة. جميله. جميلة. بألف هنا وشفا. كفايه بس اللي هي من ايدك يا ام والله. بألف هنا يابا. تسلمي يا ام، ربنا يخليك ليا يا رب، ما تحرمش منك يا ام. بألف هنا يا قلبي. بألف هنا وشفا. انا بقى ما اقدرش اكل حاجه من غيرك يا اما. يا قلبي امك انا مسامحه لك كل هي. لا مش متعود ان اكل حاجه من غيرك. ماشي عشان ما تزعلش بس. كل عشان ما حاجة. تزعلش. ماشي اهي. ربنا يخليك ليا يا رب يا ست جميل. الحبايب. جميل. يلا يا قلبك بألف هنا وشفا. مش عارف انا ضميري بيأنبني ليه، يعني انا جبت بسكوته وكلتها مش عارف، وطلع دلوقتي لام يوسف وانا ما فيش معايا حاجه. يعني جبت لنفسي وكلت واتبسطت، مش المفروض اللي انا اجيب لها برضه؟ لا انا حاسس ان انا كده، لا كده انا غلطان. هنزل دلوقتي هجيب لها، بس والله لا اجيب لها بسكوتين مش بسكوته واحده. يعني انا اجيب لنفسي وما اجيب لهاش؟ لا ده انا هجيب لها اللي هي نفسها في كله، ما اقدرش اكل حاجه من غيرها اصلا. يما نعم. معلش هاتي كمان بسكوتين. ليه؟ انا اكلت بقى بسكوته، عايز اخد لام يوسف بقى كمان 2. حاضر يا قلبي. ايوه من نفس النوع. نفس النوع؟ هاتي من نفس النوع. هي بتحب النوع ده يا سيدي. ماشي النوع يلا. ده ماشي. خد يما ال10 جنيه اهي. ماشي. يلا يابا تاكلوا وتتهنوا. الله يصلح حالك يما. انا عارف انت مستغربه. لا بألف هنا وشفا. يعني انت مستغربه ان انا خدت واحده ليا واخد 2 لام يوسف. بس انا هعرفك الغرض اللي انا اخد بسكوتين، كل حاجه هتعرفها دلوقتي. ماشي يا قلبي. ماشي. ربنا يصلح بألف هنا وشفا يابا. تسلمي يا ام، ربنا يخليك ليا. بألف هنا. مين؟ انا ام يوسف. تعال. عامله ايه يا غاليه؟ الحمد لله حبيبي والله. انت عامل ايه؟ اخبارك؟ النور ده. ده نورك. شوف بقى جايب لك ايه؟ جايب لي ايه بقى يا سيدي؟ بسكوتين. ربنا يا أم يخليك يوسف. ليا يا رب. تسلم. دايما كده داخل عليا بالحلو كله. ربنا يخليك ليا يا ام يوسف. والله بصي انا كلت بقى بسكوته في المحل طبعا عند امي. الف انا وشفت. الله يخليك يا ام يوسف. يعني انت عشان كلت يعني جبت لي برضه؟ ما قدرتش ان انا اكل من غيرك والله يا ام يوسف. تحرمش والله العظيم طلعت على السلم اهوت لقيت ضميري بيأنبني، قال ازاي ناكل لوحدي؟ مش متعود ان انا اكل حاجه من غيرك. فقلت بقى اجيب لك 2 بدل الواحد، قلت اجيب لك 2 تاكلهم عشان تاكلي وتشبعي كده وتتهني يا ام بس يوسف. انت جايب لي 2 ليه؟ انا اكل واحده وخلاص. لا 2 عشان تاكلي وتشبعي كده وتتهني يا ام، انا ليا بركه الا انت. طيب ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يصلح حالك يا رب. انا جبت تسلمي لي لي 2 يابا. بقى. انا هاكل واحده وخد ماما واحده زي ما جبت لك. جيب لها خد. يعني انا جايب لك 2 عشان تاكلهم تقول لي ادي لام واحده؟ ايوه ما انا هاكل واحده وهي تاكل واحده زي ما جبت لك. جيب لها يا زي مامتي برضه ولا ايه؟ يعني انت مش هتاكلهم ال2؟ لا مش هاكلهم 2. هدي ماما الواحده وانا هاكل واحده زيها. طب كل واحده دلوقتي وعين واحده حتى للصبح او لاي وقت تاني. لو عوزت تاني بقول لك هاتلي. خد ادي لماما واحده وانا هاكل واحده. يعني انت هتاكل واحده وادي ديت لامي؟ انت اكلت وانا اكلت، هي بقى ما تاكلش، هي تاكل برضه. انا بجد مش عارف اقول لك ايه. تسلمي يا بنت الاصول. الله يصلح حالك. انت على فعلا انت فعلا متربيه احسن تربيه، وانا كنت بختبرك على فكره. انا قاصد. انا عارفه ان انت يعني بتجيب لي كل حاجه حلوه وكل حاجه، بس برضه ماما تاكل معايا. على فكره انا قاصد ان انا اجيب بسكوتين، انا كان عليا جبت لك واحده، بس انا قاصد ان انا اجيب بسكوتين عشان اشوفك هتطمع فيهم ال2 وهتقولي هاكلهم ال2 وتاكليهم، او تاكلي واحده دلوقتي وتاني واحده لما تجوعي تاني، ولا رد فعلك هيبقى ايه؟ تسلمي يا غاليه يا بنت الاصول. يا ريت الكل يتعلم منك اللي انت بتعمليه ده والله. ربنا يخليك ليا يا رب، ويا ربنا يخليها لنا. وبص يعني بارك فيها كده، وهي بركه البيت والله. ما تحرمش منك يا ام يوسف. وفعلا انا كنت متوقع رد فعلك ده لان انت بنت اصول. الله يصلح حالك. ما تحرمش منك ولا من ذوقك ولا من ادبك واخلاقك واحترامك، لان انت فعلا بتحب الخير. فربنا يخليك يا ام يوسف ويبارك فيكي. وانا هنزل دلوقتي ادي البسكوته ديت لامي واعرفها اللي حصل. ليه بقى؟ مش ضروري انت اديها وخلاص. لا، لان من لم يشكر الناس لا يشكر الله، او من لم يشكر الله لا يشكر الناس. مش عارف بتتقال ازاي اصلا. بس
تسلم يا ام يوسف والله، ربنا يخليك ليا يا رب ويبارك فيك يا غاليه. الله يسعدك. هنزل بقى دلوقتي لوالدتي. انزل ده بقى عشان تاكل. تسلم يا ام يوسف. اما نعم. خد يما البسكوته بتاعتك اهيت، لان انا اكلت واحده واديت لام يوسف 2 عشان خاطر اشوف رد فعلها يبقى ايه. هتاكل البسكوتين وتطمع فيهم، ولا هتقول لي نزل واحده لامك انا كلت وانت كلت؟ المفروض امك تاكل. ما كلتهاش ليه يا قلب امك؟ انا واكله والله. تسلم يا اما والله. لا انا عرفت بقى الغرض اللي انا كنت واخد بسكوتين ليه، هو ده الغرض، عشان اشوفها هتطمع فيهم الاتنين وهتاكلهم، ولا هتقول لي نزل واحده لامك زماني كلت وانت كلت. فهي فعلا يما طلعت بنت اصول. ماشي يا قلب امك، ما تحرمش منها ابدا. ربنا يخلي لها يوسف يا رب. ربنا يخلي لها يوسف يا قلب امك يا رب. يا رب اللهم امين. ويبارك فيها بنت الاصول. بنت الاصول ربنا يخليها يا رب، وخلي لها يوسف وخليكم لبعض يا رب. احنا ما نقدرش ناكل حاجه من غيرك، بس انا قاصد اللي انا اخد بسكوتين عشان اشوفها هتطمع فيهم وهتاكلهم، ولا هتقول لي نزل واحده لامك. لا يا قلب امك، انا عارفه اللي هي بنت اصول برضه، وعارفه ان هي مش هتاكل حاجه من غير. انا عارفه ربنا يصلح حالها ويبارك فيها يا رب. ربنا يخليكم ويا ريت لبعض. الكل يتعلم، ربنا يعني ان المفروض ان الواحد ما ياكلش حاجه من غير ابوه وامه. المفروض الواحد ما ياخدش الحاجه ويطلع فوق ويخبيها. المفروض الواحد طالما هيجيب حاجه لنفسه يبقى يجيب لاهل بيته. يعني اتعلموا من الرساله ديت، ويا ريت تشيروا الفيديو ده عشان يوصل لناس كتير، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.